تعال اديلك سر كده في الاونلاين بيزنس، وحاجه كده احكي لك عليها من تجاربي ومن الخبره بتاعتي جوه الشغل. يعني اللي بينجح جوه مصر في الاونلاين بيزنس بينجح بره مصر وبيكسر الدنيا. اللي بيطلع يبتدي بره على طول عايز اقول لك ما بينجحش بنفس قوه اللي بدا جوه وادعك واتعلم بفلوسه هنا جوه بلده. اقسم بالله العظيم السوق المصري في الاونلاين بيزنس الفتره الاخيره في كميه فلوس وكميه شغل، لدرجه ان انا معايا عملاء بره مصر في دول مختلفه بجنسيات عربيه فتحوا فروعهم جوه مصر عشان عندنا السوق المصري صاعد وبقوه. حجم النهارده المبيعات اللي بتتم عن طريق الويب سايتس والسوشيال ميديا اقسم بالله مرعبه بمعنى الكلمه. بلدك مليانه فلوس على فكره، البيزنس في مصر على فكره قوي جدا، وتعمل شغل في الاونلاين بيزنس ما تعرفش تعمله في اي مكان تاني. وبعد كده بقى يا باشا اطلع النهارده روح العالم كله تقلب الدنيا. ابتدي من بلدك على فكره واشتغل. مصر مليانه فلوس، ولكن النهارده ما ينفعش تنزلي النهارده بمنتج او خدمه زيك زي اللي موجود ويبقى النهارده مرطرطين وتستنى النهارده تعمل مبيعات وحجم مبيعات وشغل جامد. لا يا باشا، كومبتيتيف ادفانتج كده وميزه قويه في منتج وخدمه. اعمل فكره بس مختلفه مطرقعه منتج او خدمه، واتفرج على كميه البيع وكميه الفلوس وكميه الشغل، هتلاقي الدنيا في حته ثانيه خالص. فارجوك ارجوك ارجوك شيل من دماغك عقده العمله الصعبه، لا اشتغل جوه بلدك. انا عارف ان في ناس كتير جدا ممكن ما تصدقش الكلام ده، لان هم اصلا شغالين جوه مصر ومش عارفين يعملوا شغل كويس. ليه؟ لان هم بكل بساطه لا عندهم منتج مميز ولا خدمه مميزه، ولا عارفين يعملوا تسويق صح، ولا عارفين يشتغلوا صح. فحضرتك النهارده تقدر تنجح جوه بلدك، وبعد كده يا باشا بقى توسع وكسر الدنيا في العالم كله. واكتر من براند مصري عملها، وحتى يعني انا اعرف ناس كتير لوكال براندز فتحوا جوه مصر خلال السنتين ثلاثه اللي فاتوا دول وانتشروا بره ومكسرين الدنيا، سواء النهارده بي تو سي او بي تو بي. فابدا في بلدك يا باشا وابدا اشتغل، بس ابدا صح. مش بقول لك ابدا بقى بالنهارده كبير قوي، لا ابدا النهارده بفكر مختلف. خلي بالك انت ممكن النهارده اللي ينجحك واللي يكسبك واللي يطلعك واللي يخليك النهارده طاير فكره مختلفه، منتج مختلف. وشكرا.